السلام عليكم ورحمة الله. مساء الفل، مساء الجمال، مساء كل حاجة حلوة جوه مصر وبره مصر، محافظاتنا اللي وحشنا كتير، وجمهورية مصر العربية اللي وحشين كتير، وسوق السيدة عيشة وسوق أبو الريش وسوق إمبابة والناس الغواية اللي وحشوني. وعلى رغبة المشاهدين هنكمل سلسلتنا، سلسلة شيقة. وسلام للناس اللي علقت، ونشكرهم قوي، وعلقت وكمل يا عبيد، وكمل حاج احمد، كمل يا ادم، فبشكر كل راجل جدع كتب لنا كلمه حلوه على راي الكابتن كوتو. وسلام خاص من ميلان، من ايطاليا، سلام خصوصي فحبايبنا جميع الوطن العربي كله اللي بيتابعوه. فنقول لك يوم ليك ويوم عليك، هي النش كده، والمواقف والطرائف بقى اللي بتحصل مع النشيشه بقى المحنكه، النشيشه اللي هي بص، وهو طالع العشه كده اتمزع، حس اللي فيه مسمار شبك في هدومه اتقطعت من العشش، حس ان هو بص مملكته، روحه فوق. يعني انا عن نفسي، انا بكلمك عن نفسي، انا ما بستريحش نفسيا يا جماعه الا في الغيه فوق. او الحمامه ما بيعيط، الحمامه ما بيعيط، الحمامه ما بيوجع. اشوف الحمام كده قلبي بيتخطف. وانا ماشي في الشارع افضل ابص كده فوق. هي الغوايه كده. فيوم ليك ويوم عليك، قلنا اللي لينا واللي علينا. ففي قصه حلوه قوي، يعني نحكي بقى على القصه اللي حصلت معانا. مره كنت عندي مشوار ما حضرتش النش، كنت قاعد بفرك. كان عندي مشوار وما حضرتش النش، كنت قاعد بفرك، وكل شويه اتصل: ايه اخبار النش يا اخبار النش؟ واخدين الحمام بيموت، موضوع النش جامد. ايه يا عم ده يا عم؟ المهم خلاص الليل ليل وبتاع وكله بقى خلاص النش بقى. هو بيقول لي: ايه يا كوتو النش؟ قال له: والله العظيم تمام 100 100. حاجه متاخر لك؟ قال له: والله في 2 استرال عاد معاده كده جه ولسه الكركندي ما جاش. قلت له: لا يا عم، كان عندي كركندي جامد، يمكن حكيته في الفيديوهات القديمه بس ممكن ما فيش حد خد باله. كان عندي كركندي جامد، كركندي طول كده، واخد بالك؟ قلت له: لا دلوقتي ما تتممش عليه. لا الكركندي ده ما تتممش عليه، هو الكركندي كده كل يوم كده بيتاخر بتاعه مش عارف ايه. فبيجي جدع قعد مع عندي بتاع حوالي 4 سنين برميل، فرد الحمام ما غلطش. المهم الليل ليل علينا والعشاء اتدنت، رحنا صلينا وبتاع وقعدنا على القهوه وبتاع. كنت اتصل بيا قال لي الكركندي، وانا قاعد بقى في وسط ناس بقى غواي بقى وبتاع ومش عارف ايه. كنت اتصل بيا قال لي الكركندي ما جاش. قلت له: ايه؟ قال لي الكركندي ما جاش. سايب القهوه وسايب الدنيا، رحت جاري فوق، لقيت بابه مفتوح. اول خد بالك بقى من دي، موقف علينا، بس خد بالك بقى من المعلومه اللي جايه. المعلومه دي اول ما عيني جت على الباب، رحت فاتح الباب، عين الباب كان مفتوح، رحت ايدي اتمدت جوه، رحت المسقه فخار، رحت ضارب ايدي في المسقه، لقيت المسقه حطب، صحراء، مفيش ميه. مثلا ممكن فرد حمام ما شربش بقى بتاع حوالي 2 3 يوم. خد بالك من دي، فرد الحمام لازم يكون مخدوم، فرد الحمام يكون لسه شارب. الناس اللي بتسأل على الكلفة بتاعت النش، الكلفة بتاعت النش لما الحمام ينزل من التماسي بيتكلف. في ناس بتبيت الكلفة عنده وبتقشط لها الصبح قبل ما تروح الشغل، وفي ناس بتحط على القد وما بتقشطش، في ناس بتحط على القد وما بتقشطش. بس اسلم طريقة ايه يا باشا بقى اللي علمونا؟ اكلف، مسق واكلف، فرد الحمام بيكون مخدوم واكل شارب نايم قاعد، راح شغله تاني يوم الساعة 4:30 5 الا ربع رايح الشغل المغرب، ده الشغل بتاعه. لازم فرد الحمام فتحت عليه بابه، مش بتاعك، بتاع السما،
فتحت عليه الباب، جريت عليه الباب، بنتكلم بقى حاجات محنكه، جريت عليه الباب، فرد حمام مش بتاعك، بتاع السما. فرد الحمام الكراكندي ده كان بتاعي، ابصم لك بالعشره بتاعي. 4 سنين ما غلطش غلطه ولا رجل، ولا اول حمام واخر حمام بيجي صاروخ، ولو حد قطع بيه بيبص. فرد الحمام اللي بيتقطع بيه الجامد ما بينامش، الجامد ما بينامش. يعني انت قطعت بالكراكندي هو بيبقى عالي عن الحمام، عالي عن الحمام، بتنام بيه ما بينامش، يروح قلب نفسه، يروح جري جاي جري جدع. فرد حمام اللي ما بينامش بيبقى فرد حمام مخدوم وجدع. اول ما مديت ايدي في الايه، في المسا، فرد الحمام ده اتضرب مني غلطه خدمه. خد بالك بقى من المعلومه دي، غلطه خدمه. الحمام ما اتخدمش ولا اتمسح. كان يومين مش عارف كان ورايا ايه، مشغول، واخد بالك مفيش اهتمام كتير، بس بنطلع بس عشان ايه، النش. كله بيجي من الشغل عشان النش، ملوش دعوه بقى كلف مسق، هو طالع عشان النش بس. لكن قبل ما تتكيف يا باشا لازم تكيف فرد حمام، قبل ما تتكيف انت لازم تكيف فرد حمام عشان يطلع يكيفك انت. اسمع الكلام بفلوس، الكلام بحساب. قبل ما تتكيف انت لازم تكيف فرد الحمام، لازم تشربه وتاكله وتنيمه الصح. لازم فرد الحمام يقف على طنجره، ضوافره دي لازم يكلبش فيها الطنجر اللي بيقف عليه. لازم فرد الحمام بيكون واقف اسد، واكل شارب نايم قاعد مستني الشغل الساعه 5 الا ربع او الساعه 5 على حسب التماسي ما بتبدا. فرد الحمام بيكون مخدوم، ده اتضرب غلطه كده. قلنا اللي علينا. والله اللي مسكوا الله يمسه بالخير وربنا يديله الصحه يا رب. علم من علامات مصر على ابو شنب. اللي بيتفرج على الفيديو ده من الكتكات، من امبابه، من نواحي امبابه عندنا، عارف الحاج علي ابو شنب ربنا يديله الصحه، اللي علمنا النش. راجل 80 سنه ولسه بينش، لسه بيتفرج على النش، وربنا يديله الصحه يا رب. مسكوا يوم الكراكندي دوت. انا زعلت. دي كانت عليا. طيب ايه يا باشا اللي لينا؟ نكمل الفيديو جاي ولا نحكي تاني؟ نرغي نكمل رغي. في غيه جنب مننا بتاعت ناس صحابنا بدون ذكر اسامي، محظوظين على بعض، بس هم كعبهم عالي عليا. بس انا يوم ما بمسك رجاله بشده، وهم بيمسكوا حمام غزار صغير، وياما اتمسك لنا وياما مسكنا وياما مش عارف. بس انا ماسك عمود من عمدان العش، ابيض ما تعرفش، ابيض مراسله ولا استرال، ابيض عظم تلت، وبص مهجن. فرد حمام مثلا قد بندق ابني، فرد حمام طول بندق. فرد حمام علو كده بالظبط، علو كده. انا اول ما حط اصلا استغربت. فرد حمام ده رقبته طويله، عينه بتطق شرار، عظمه ده جاي سنه مقبي كده على تحت كده، عيني دي واسعه عامل زي وطالعه بره عامله زي الضفدعه، ابيض شمع. فرد حمام اسف كده، وعالي، ورجله دي طويله. ابن مراسلات، هو ابن مراسلات دخل استراليات ما تعرفش. فرد الحمام ده فضلت السنتين او 3 سنين يا ربي اتدبق عليه. اسمع الكلام بقى ايه، عشان ايه، في تخاطيف كده حرفنه غيه من غاوي محنك. خد بالك من الكلام. قعدت 2 أو 3 سنين متدبق له، يعني واخد باله منه. اقطع يا حمام، اقطع غلط، يعني مثلا برمي 25 واحده، اقطع فيهم مثلا 7 قطعوا غلط، عايز اردهم تاني، ابص الاقي الابيض ده في وسطهم. كنت يقول لي الابيض، اقول له يا عم رد الحمام، هو كده مش هيحط. روح ردني الحمام، ولسه بدري. يجي في الكحل يروح ماشي، نقطع بالابيض ده، يجي في الكحل يروح ماشي،
والله العظيم سنتين. فمره خدته بلاورين، والله العظيم ب7 حمامات، اقسم بالله ب7 حمامات. انا بقسم لك يمين 3 ب7 حمامات. طلعت النش، الشمس كانت قادحه شويه، لسه الدنيا ما غمقتش، لسه اول النش خدت الحمام عايز يمشي. فانا عندي عنبر اسمر بيرجع، قلت لكتر العنبر الاسمر ده بيرجع، مش عايزين نفتح له تاني. لقيت العنبر الاسمر مراجع، واخد بالك، راح 6 راح ايه واقعين على نياره، وراح حب الابيض ده واقع في وسطهم. قلت له اخلع يا كتو، اخلع يعني ابعد من العلاش، اطلع من الغيه، اخلع من الغيه. قال لي ايه يا عم الناس لسه قلت له بس اخلع. كان عنده ابيض شقلباز اجدع، حرفنه بتلعب بص انت في حرب، بس حرب بص هزار وضحك ومنافسه شريفه وبنضحك ونهرج وبتاع، وممكن نديك فرد الحمام وانت تديني فرد الحمام بس احنا بقى حرب. والاسلحه حاجات مشروعه كتير. عنده ابيض شقلباز كده اجدع، يا دوبك دوره كده ويحط. اوعى كنتوا كده. لقيت 7 حمام، العنبر الاسمر ده بيخبط، رحت مديهم الابيض شقلباز. العنبر الاسمر حط والابيض ده بوش كده، والشمس كانت لسه طالعه. راح جاي، راح عامل كده، راح سحب نفسه والله مسح الظهر، مسح العرق، يعني ديله حفف العرق. راح مش على صاحبه، كنت قال لا نهشله، قلت له لا سيبه. فانا عندي الحمام اول ما بيحط بيجعر على بعضه. حمام النش كده، حمام النش لو حط بالنهار بيجعر على بعض، لو حط بالليل فين وفين قبل ما فرد حمام بيجعر. كله عايز يطرق بابه عشان الاكل، عشان انا سالت سؤال قبل كده في سنه من السنين في الجروب، قلت لهم ليه الحمام بيقطع من مجال كل اوله بتروح عشتها ليه؟ اللي قال مش عارف ايه، واللي قال عشان يقطع المغرب الدني انت مش عارف ايه. في واحد الله اعلم مش فاكر، هي من 2 3 قال لك عشان ميعاد الكلفه بتاعته. جدع الحمام بيحط على الظهر بالليل، بيطرق البيبان، بيخش البيبان عشان ميعاد الاكل، مش فاضي يقعد، نازل من مجال جعان عايز ياكل، يخش ياكل. ففي الحمام لو الدنيا كاشفه، لو الدنيا نهار شويه بيفضل يجعر على بعض، وممكن فرد حمام يقوم يخبط بدل الدنيا كاشفه. امال انت بتشور وتصفر ليه؟ عشان الحمام ما يقطعش، ما يخبطش. الحمام نازل لك، تروح انت رده تاني، يروح الحمام شايف الشواره والصفاره، يروح راجع تاني، لا ده دبب في المجال. بقول لك لا ديله مسح العالم. كنت قال لي نهشه، قلت له لا سيبه. عندي الحمام بيجعر على بعض، راح فرد حمام ضارب فرد حمام نقره كده نقره، راح من على الزاويه دي، راح قايم على الزاويه دي مسافه قام كده، رجل كده. انا ما هشتش الحمام، هو بس بلعبه اكنك انت نغزته، فرد الحمام نغزته كده، راح قايم، راح حاضر، راح الابيض ده كان مش كده، راح عمل كده والله العظيم بالظبط كان بني ادم والله، راح عمل كده وراح واخد دور على الشمال كده، راح جاي العنبر الاسمر عمل كده، راح هو جاي جنب العنبر الاسمر، بس انا عمل كده، رحت انا عامل كده. انا بلف النهار طالع، مش بالليل. السبعه اللي انا كنت قاطع غلط، اول ما شاف الطاره اتلفت، راح قايمين في العالي، مستركبين العالي خايفين من الطاره. بقى المجال شغال في حته، والسبعه دولت ماسكين النجوم، فين وفين قبل ما حنوا على المجال، راحوا واخدين في المجال، والمجال منصوب، واكن انا ما مسكتش حاجه، والدنيا حلوه، الدنيا جميله. حزنته ابيض، بقول لك شكل من شكلات العش. لعبت ازاي انت بقى عليه؟ خدرته. اجدع فرد حمام يضحك عليه والنار طالع، اجدع فرد حمام في النش يضحك عليه والشمس قادحه، الشمس لسه طالعه سنه. ده اللي لينا، وحكينا اللي علينا، ولسه الجهاد تاتي، لسه في حاجات كتير. يا لسه ده انا مره مسكت احمر غزار. بقول لك ايه،
ممكن يكون عملنا 7 ليالي مزيكا وبتاع ومش عارف ايه، وعشان الاحمر غزار ده مسك ده هحكي لك بس الفيديو الجاي. اخوك احمد ادم، السلام عليكم ورحمه الله.